في 2024 السينما المصرية كانت مليانة مفاجآت وأفلام قوية خدت اهتمام الجمهور بشكل كبير، سواء كنت بتحب الأكشن أو الكوميديا أو الرومانسي أكيد هتلاقي فيلم ساب بصمته عندك في 2024. النهاردة هنستعرض معاكم قائمة بأهم وأفضل الأفلام المصرية اللي نزلت السنة دي وحققت نجاحات كبيرة وخدت إعجاب الناس والنقاد، وكمان هنتكلم من حيث الإيرادات. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف ايه اللي حصل في السينما السنة دي. How you doing? 3 2 1 هوا. وهنبدأ في أول فيلم في القائمة وهو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، بطولة الفنان الكبير أحمد عز والفنان عمرو يوسف والفنان كريم قاسم والفنان محمد ممدوح والفنان آسر ياسين. والفيلم ده كان بينافس في أفلام عيد الأضحى اللي فات، والفيلم ده حصل على إيرادات ضخمة السنة دي واللي وصلت إجمالي إيراداته إلى مليار جنيه مصري جمعها في خلال السنة. وبكده فيلم ولاد رزق الجزء الثالث هو أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. والفيلم اللي معانا بعد كده على حسب ترتيب الإيرادات في السنة هو فيلم الحريفة الجزء الثاني بطولة نور النبوي، واللي كسر حاجز 95 مليون جنيه مصري وبيحتل المركز السادس بأعلى إيرادات السينما المصرية، ولسه حاليا بيتعرض في السينمات. وهو فيلم كوميدي رياضي، والفيلم ده جميل جدا وفي حبة كوميديا كده هتحبها من كزبرة. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم إكس مراتي لهشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، واللي حصل إيرادات تصل إلى 93 مليون جنيه مصري. وهو فيلم كوميدي لايت، كان فيلم جميل جدا الصراحة، وفيلم خفيف ولذيذ ويكون فيلم عائلي. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي، واللي حقق إيرادات تصل إلى 80 مليون جنيه حتى الآن. وتصنيف الفيلم رومانسي. أنا من غيرك ونيجي للفيلم اللي بعد كده وهو فيلم شقه لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وإيرادات الفيلم اقتربت من 80 مليون جنيه كان وقت عرضه في عيد الفطر المبارك اللي فات. كده نكون خلصنا قائمتنا لأفضل الأفلام المصرية الأعلى مشاهدة والأعلى إيرادات في 2024. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر فيلم عجبكم السنة دي، وعندك ترشيحات تانية مستنيينها منكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان دايما نكون معاكم بكل جديد عن السينما المصرية. سلام.